لو فاكر إن الصيف ده درجة حرارته عالية قوي فعايز أقول لك أنت مسكين، لأن أسعار اللاعبين بقت أعلى بكتير. ولو فاكر إن الشمس هي اللي سخنت الجو كده تبقى برضه غلطان، لأن اللي خلى الدنيا سخنة قوي كده هو موسم انتقالات الدوري المصري. يعني زي ما صيف السنة دي اتغير عن السنة اللي فاتت، فموسم انتقالات الكرة المصرية اتغير هو كمان، ولكن بقى أكتر بكتير. مع بداية موسم استثنائي وتغيرات في شكل المسابقة تم الإعلان عنه من قبل رابطة الأندية، بيشهد سوق انتقالات اللاعبين في الكرة المصرية تغيرات هو كمان، أرقام وأسعار لأول مرة بنسمع عنها عندنا في الكرة المصرية. مع بداية موسم جديد بيتكون من 21 نادي، فالجميع جهز نفسه والكل اشتغل على صفقات جديدة. أندية غيرت جلدها وقوامها عن المواسم اللي فاتت، وأندية للأسف معرفتش تعمل حاجة في ظل ارتفاع الأسعار. وكمان عندنا أندية بتواجه إيقاف قيد لاعبين، وأندية صاعدة بتحاول تجهز مفاجأة وتكون الحصان الأسود للبطولة. وأسامي تقيلة في مفاجأة كبيرة قررت تبدأ مع فرق ملهاش تاريخ في الدوري المصري، ولاعبين كمان ما كناش نتوقع إن هم هيسيبوا فرقتهم اللي بدأوا معاهم. وكلام كتير لازم تعرفوه وتاخدوا عنه فكرة قبل بداية الموسم الكروي 2025-2026. وفي الفيديو ده هنعرض فيه كل الصفقات اللي تمت لحد دلوقتي، ومين اللي الأندية لسه حاطة